حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. أولا نقول أن حلق اللحية حرام. ثانيا، هل المقصود من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعفاء تحريم الأخذ مطلقا أو المقصود منه التكثير؟ الناظر في أقوال أكثر العلماء وطلبة العلم في هذا الزمان يرى أن المعنى عندهم تحريم الأخذ مطلقا، والناظر في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المتبوعين يرى أن المعنى عندهم التكثير. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في الحج أو العمرة، وجاء عن غيره مطلقا كأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أولا، ابن عمر راوي الحديث، هل يعقل أنه لم يفهم معنى الإعفاء الذي يفهمه أحد المسلمين اليوم؟ هذا بعيد. ثانيا، عندما كان يأخذ ما زاد عن القبضة، هل خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن قلت أنه لم يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام انتهت المسألة، وإن قلت أنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام يأتيك السؤال: هل هذا في أمر خفي لا يظهر للناس؟ لا، اللحية في الوجه يشاهده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. وأنا أعتقد أنك تعتقد كما أنا أعتقد أن الشيخ ابن عثيمين لو كان عنده طالب حريص على السنة وحلق لحيته لأنكر عليه الشيخ بطريقته وأسلوبه. فكيف بأفاضل الأمة وخير بني آدم بعد الأنبياء والمرسلين، ولم يأتي إنكار من أحد من الصحابة على ابن عمر ولا على غيره ممن أخذ. وهذا له حالتين: حالة لي ولك وحالة لك. الحالة التي لي ولك أنهم لم ينكروا على ابن عمر لأنه لم يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى عندهم التكثير. والتي لك إذا كان وسع الصحابة وأفاضل الأمة وأحرص الناس على السنة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه القضية السكوت، ألا يسعك أنت يا أخي أن تسكت عن من أخذ ما زاد عن القبضة؟ فأخذ ما زاد عن القبضة ليس بحرام وليس فيه مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام البتة.